طريقة تفصيل شميز لبنوتة من 3 سنين ل4 سنين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. هنعمل مع بعض الشميز دوت في الفيديو دوت الجزء التاني. الجزء الاولاني عملت فيه الجيبة بربع متر من القماش. هنعمل احلى شميز كده لبنوتة مش هيكلفنا حاجة خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. معايا قطعة القماش الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي، مطبقاها على 4 زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام، الناحية المقفولة ناحيتي والناحية المفتوحة كده لبره. تمام. ودلوقتي قطعة القماش ديت اللي هعملها الكورنيشين انا هقسمها بالطول. هيكون الشريط عرضه 10 سنتي، ومعايا قطعتين اهم للحمالات. الحمالات هتكون 30 سنتي في 5 سنتي عرض. تمام كده. هبتدي دلوقتي بقى نقيس مقاس الشميز. طول الشميز هيكون معايا 24 سنتي زائد 1 سنتي خياطة. ربع دوران الشميز هيكون 20 سنتي. هاجي من النقطة ديت كده وهاخد 6 سنتي اهم واحط علامة، ومن فوق هنا كده هقيس 7 سنتي واحط علامة. تمام. وهعمل حردة الباط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، بالشكل ده. ومن تحت من هنا كده هقيس 3 سنتي واحط علامة واخدها كده بدوران اهو، شايفينه ده كده. تمام. وهبتدي اقص، هساوي القماش مع ال3 سنتي الزيادة اللي انا علمتهم دول. هساوي القماش اهو بالشكل ده، وبعد كده هقص من فوق كده اللي هي حردة الباط. تمام. وهفرد الشميز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هفتح اللي هي الناحية المقفولة في الجنب، بس اظبط الاول الظهر والامام على بعض. فتحت الجنب اهو. تمام. هبتدي اعمل تعديل من الامام بس من عند الصدر كده يا دوبك، بس هاخد 1 سنتي نزول من هنا كده واحط علامة عشان يكون في امام وفي خلف يعني. وهرسم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو، من عند حردة الباط على ما فيش كده لحد جوه ال1 سنتي اللي انا عملته ده. وهيبقى معايا حاجات بسيطة دورانة، حاجات بسيطة يعني مش كتير. هنا الشريط اللي هعمله كورنيش اهو. تمام. هطبقه على بعضه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هقص، بس هثبته الاول عشان يكون معايا القص مظبوط. طبعا دلوقتي انا معايا القماش محدود، فبضطر ان انا اخد بالي من المقاسات كويس. تمام. لان شغل الاطفال دوت يعني معروف ان هو بيبقى قطع قماش صغيره. تمام. فممكن من اقل قماش نعمل منه حاجه حلوه يعني. تمام. بس اهم حاجه ان احنا نشوف القصه المناسبه مع كميه القماش اللي معانا. هقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هبتدي اشيل الدبابيس. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى، الله لا اله الا هو الحي القيوم. بقيس نص دوران الشميز. تمام. وبجيب الشريط دوت بيبقى مقاسه 1.5 مرة. تمام. يعني مقاس الشميز وبزود عليه نص المقاس كمان، يعني يكون الشريط ازيد من المقاس اللي عندي 1.5 مرة. زي ما انتوا شايفين كده انا خيطت اهو الكورنيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام اهو. وبعد كده من بواقي القماش اسد يعني الجنب. بس الاول هخيط البيه كل قطعة لوحدها اهو.
هجيب البيه زي ما انتم شايفين كده اهو، قطعة قماش عرضها 3 سنتي. هبتدي اخيط الاول من جوه من الظهر، تمام، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وبعد كده هقلبها على الوش. هعمل الاربع جهات كده اهو، خيطت زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هقلب على الامام، تمام كده اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني قبل ما اقفل الجنبين بعمل البيه الاول، تمام اهو بالشكل ده. سهل جدا وبسيط. انا بخيطه الاول من الظهر وبعد كده بقلبه على الامام اهو. بثبته بالدبوس زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بخيطه. سهل جدا يعني ومفهوش اي حاجة، تمام. وادي الناحية التانية برضو نفس الحكاية، هقلبها على الامام اهو. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اهو. زي ما انتوا شايفين برضو هثبت بالدبوس. تمام كده. هيكون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. هخيط القطعة التانية اهي. شايفين البي شكله لطيف ازاي؟ يعني مفهوش اي حاجة. لما بيتكوي طبعا بيدي شكل الطف من كده. دلوقتي كده انا عايزة يجي كشكشة بسيطة بس كده من عند الصدر في الخلف وفي الامام. باخد 6 سنتي بحط علامة، ومن الناحية دي برضو باخد 6 سنتي وبحط علامة. وبعد كده الجزء اللي في النص دوت بعمله كشكشة بسيطة كده، على اساس يكون ملموم الصدر على البنوتة، ما يكونش مبهوأ يعني، تمام. والناحية التانية برضو نفس الحكاية اهو. ده الظهر 6 سنتي من الناحية دي و6 سنتي من الناحية دي، وبحط علامة، تمام. وبعد كده هكشكش الجزء اللي في النص، تمام كده. وبعد كده هخيط البييه في الجزء اللي انا دبسته بالدبيس قدامكم. دلوقتي انا كشكشت اهو زي ما انتم شايفين الصدر، الخلف والامام، وخيطت البييه، تمام. هبتدي بس اشيل الخيوط الزيادة وهنا اهو هحط الصدر. وهبتدي اعمل برضو نفس الحكاية، البي على الصدر اهو. بس في الاول هسيب يجي نص سنتي كده وهتنيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو على البي اللي انا خيطته، وبدبس بالدبيس اهو، تمام. ومن الناحية التانية برضو بسيب نص سنتي وبطبقه على بعضه كده اهو، وبثبت بالدبوس. يعني انا قبل ما بخيط بسيب نص سنتي وبتنيه على الطرف ده والطرف ده، تمام. وبعد كده هثبت بالدبوس بقى البي على الصدر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بس اهم حاجة وانتي بتخيطي البيه تخيطي على نفس الخياطة اللي انتي خدتيها اللي هي الكشكشة، على اساس ما يكونش التشطيب شكله مش لطيف. تكون خياطة الكشكشة ديت مخفية تحت البيه، تمام اهو بالشكل ده. بعد كده يعني هقلبه على الامام اهو وهخيطه. ونفس الحكاية برضو في الجزء التاني اللي هو الظهر، خيطتهم اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي. ادي البيه اهو. هبتدي اقلبه على الامام. طبعا من الطرف ده بتكون مقفولة على بعضها، لان انا تانية نص سنتي ومن الناحية التانية نص سنتي. وبعد كده هدبس بالدبيس كده بالشكل ده اهو. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم.
ندعي مع بعض الأهل غزة إن ربنا يهون عليهم ويبعد عنهم الشر بإذن الله، ويرجعهم ديارهم بألف خير وسلام، ويثبت خطاهم ويشفي جرحاهم ويرحم موتاهم بإذن الله يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مقتدر بإذن الله. زي ما انتم شايفين كده اهو، اديني تنيت البي بالشكل دوت. خيطت من الاول في الظهر وبعد كده قلبته على الامام. هيبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهو. بعد ما اتخيط اهو بالشكل ده، هخيط الجزء الخلف ده اللي قدامي ده الامام، وبعد كده هحط الوش على الوش، وبعد كده هبتدي اسد الجنب، هحط خياطة الكورنيش على الكورنيش كده، تبقى الخياطة على بعضها بالشكل ده، وهدبس بالدبابيس. تمام اهو. وادي الناحية التانية برضو نفس الحكاية. اهم حاجة تكون الخياطة على الخياطة. اهم حاجة في ملابس الاطفال ديت، لو انت حابة انك انت تعمليه مشروع يعني وتسترزقي منه، اهم حاجة التشطيب. اكتر حاجة بتبقى يعني جميلة جدا جدا في لبس الاطفال وبتديها رونق وبتديها شكل لطيف، التشطيب في الخياطة وفي مثلا بقى تشيلي الفتل والحاجات دي اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهخيطهم من الجنبين كده. تمام. وهخيط الجزء اللي هو البي اللي في الخلف زي ده كده، هيكون مديني الشكل القمر اللي انتوا شايفينه ده اهو. دلوقتي انا خيطت اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وكويت برضو الشميز عشان يكون معايا الشكل واضح معاكم اهو. صغنن وقمر والله. المهم دلوقتي هخيط الطرف الكورنيش اهو زي ما انتوا شايفين. ممكن انت بقى لو انت حابة تعمليه سرفلة تمام، لو انت مش حابة تعمليه سرفلة بتبقى تانية بسيطة يعني. هنا دلوقتي انا معايا الحمالات اهي. طولها 30 سنتي في عرض 5 سنتي. تمام. هخيطها من الجنب يعني هخيطها من الجزء الجنب. تمام. وبعد كده هقلبها زي ما انتم شايفين اهو. تجيبي قلم بقى، تجيبي مفك، هتجيبي مقص رفيع انك انت تقلبيها بسرعة. ممكن يكون دبوس مشبك كبير يعني بتشبكيه في الطرف وبعد كده بتقلبي بيه. ايا كان بقى يعني سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة يعني. ممكن على القلم يعني بتعملي كده، بتثبتي القلم وبعد كده بتقلبي الحمالة بالشكل ده اهو. بتنيها نص سنتي زي ما انتم شايفين اهو، وبخلي التانية اللي جوه ما بينها ما بين الحمالة وما بين الشميز، وبثبتها بالدبوس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. واجي برضو من عند الطرف التاني اهو، بتنيها كده نص سنتي اهو بالشكل ده، وبخليها برضو التانية بتبقى لجوه كده ما بين الشميز وما بين الحمالة، وبثبت بالدبوس اهو بالشكل ده، وهيديني منظر الحمالات بالشكل كده. تمام. هعمل الحمالة التانية نفس الطريقة بالظبط. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا الله يا أرحم الراحمين. هعملها نفس الحمالة دي بالظبط كده، نفس الخطوات اهو. خيطتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وادي الشميز ما خدش خالص خالص مني وقت اهو. تمام. دلوقتي انا عايزة اضيف فيه يعني حاجة. هجيب قطعة قماش كده من نفس لون السكيرت. تمام. 12 سنتي في 10 سنتي، يعني 12 سنتي وهي مقفولة، يعني 24 سنتي وهي مفرودة. انا مطبقة كده على 2. تمام. فيها ناحية طبعا بتبقى مقفولة، فهسد الباقي الثلاث جوانب التانيين بالخياطة، بس هسيب سنتي اقلبها بيها زي ما انتم شايفين كده اهو، وهظبطها. تمام. على اساس تديني شكل الفيونكة يكون مظبوط اهو. اطلع بس الجنب بتاعتها. تمام كده.
عشان تديني شكل الفيونكة يكون مظبوط. وهاخد علامة النص كده على اساس لما اجي اكشكش في النص بالظبط. تمام كده. وعشان اثبت بقى الكشكشة اللي عملتها في الفيونكة ديت بجيب خيط وبلف الفيونكة بيه على طول كده، يعني حوالين داير كذا لفة كتير كتير، يعني على اساس انها ما تتفكش معايا. تمام. اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، حبة حلوين كده على اساس تديني برضو شكل الكشكشة ما يتفكش وتبقى مظبوطة. طبعا انا مش هسيبها بالشكل ده كده. تمام. هجيب قطعة قماش زي ما انتم شايفين اهو، وهي متنية كده هتديني 2.5 سنتي عرض وطول مثلا 5 سنتي. تمام. وبرضو هقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وهخلي بقى الخياطة بتاعتها هتكون في النص كده عشان ما تكونش باينة من الجنب ولا من الامام. اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا دلوقتي اخترتها انها تكون عريضة شوية على اساس انها تدي شكل مختلف، يعني في الفيونكة ليها كذا شكل. وهبتدي اثبتها بالدبوس كده. طبعا دي هخيطها خياطة هاند ميد، ولو انت حابة تخيطيها على المكنة تمام يعني. اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هثبتها على الشميز برضو خياطة. الخياطة هتكون احسن وهتعيش معاكي، يعني مش هتتقطع ولا حاجة. بالنسبة للزق مش بيبقى لطيف ومش مع الغسيل هتقع يعني الفيونكة. تمام. فتخيطيها تمتنيها بالخياطة احسن. وهحطها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وهثبتها بالدبوس، وبعد كده هخيطها بالإبرة والخيط. تمام كده. يا ريت لو فضلتي معايا في الفيديو لحد هنا، يا ريت تنزلي كده وما تكونيش بخيلة وتصلي على النبي وتقولي لي ايه رأيك في الشميز القمر ده. تمام. وما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت تفعلي الجرس عشان يوصلك مني الإشعارات. تمام. ادي الشميز اهو، ما خدش خالص خالص مني وقت وطلع شيك كده وجميل ولذيذ. طبعا مع الجيبة اللي انا عملتها في الفيديو اللي فات الاولاني يعني. وادي طقم جميل اهو. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. بعد كده زي ما انتم شايفين كده حطيت الفيونكة بالمنظر دوت. ما استكفتش طبعا، فكرت بقى قلت احط عليها زرار زي ما انتم. اداها شكل لطيف برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.